فده المفروض انه مشروب غازي ومعاه فيتامين سي اعتقد. يا جدعان بقى بلاش الحركات دي بقى، يعني حركة الفتح دي مستفزة جدا بصراحة يعني. ماشي. السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد علي من قناة هنجرب وفيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون مختلف لان فيه منتجات مختلفة وغريبة واول مرة نشوفها ومستوردة. وزي ما انت شفتوا في الصورة كده المنتجات كتير، فما اعتقدش ان هي ممكن تتعمل في فيديو واحد، فهنخلي التجربة دي على جزئين عشان ما نطولش الفيديو عليكم وتزهقوا. خلينا نشوف هنبدأ بيه. معانا شيبس بطاطس عمان، ده من سلطنة عمان. ومعانا بطاطس صحار برضو انتاج سلطنة عمان، وانا هبدأ بالاتنين دول عشان دول لهم ذكريات معايا وانا صغير، لان عشت فترة من حياتي في سلطنة عمان وتحديدا في ولاية صحار. دول السناكس اللي هنبدأ بيهم، وهنجيب كام مشروب كده زي مثلا ده، شكله غريب، هو موجود هنا في مصر يعني مش مستورد. اسمه مشروب بذور الريحان بنكهة التفاح. تمام، هنشوف الاختراع العجيب ده. معانا برضو حاجة شبهه كده بس مش نفس الشركة، شركة اسمها دوبيلا، وده عبارة عن مشروب لبن جوز الهند بالمكة وبقطع جوز الهند. معانا ازازة الدوا دي ولا مش عارف ايه دي، مكتوب عليها اورونامين سي درينك، شراب غازي مع الفيتامينات. ده ميدن جابان اصلا. طيب، واخر حاجة هتبقى معانا في الفيديو ده مشروب الاس. لا، هو اسمه مشروب سوبر يعني، بس مكتوب حرف اس كبير، ومشروب غازي بنكهة التوتي فروتي. ده ميدن ايه؟ تعال نشوف في الاخر. طب يلا نبدأ بحاجة حاجة بقى. هنبدأ بأول حاجة معانا النهاردة، هي بطاطس عمان. طبعا انا مش حافظ اسعار، فهحط لكم اسعار كل حاجة على الشاشة. كمية صغيرة جدا زي ما انتم شايفين، هو الكيس كله اصلا صغير يعني قد ايدي كده، و بنكهة الفلفل. طيب، ندوق ونقول بسم الله. يعني نكهة خفيفة جدا مش ظاهرة اوي يعني. ناخد واحد كمان. تمام، هي البطاطس هشة اوي، نكهة الفلفل فيه بسيطة خالص، فما يعتبرش حراق، ممكن اديله 7/10. تعال نشوف اللي بعده. اللي بعده معانا بطاطس صحار، دي بنكهة الدجاج والفلفل، برضو نفس الحجم تقريبا. هو الوزن 15 جرام هنا، وده الاتنين فعلا 15 جرام. نفتح ونشوف. هو ده مش شيبس، مش بطاطس شيبس يعني، اللي هو اللي بنقول عليها مقرمشات هنا.
ده شكلها. دون نقول بسم الله. يعني الطعم معقول، والقرمشة زي ما انتوا سامعين. اسمعوا معايا كده واحدة كمان. الطعم حلو والنكهة باينة شوية والقرمشة موجودة. اديله 8 من 10. نبدأ ندخل في المشروبات الغريبة العجيبة دي اللي جبناها ونشوف. انا عايز اقول بس ان رينج السناكس اللي احنا كلناها دي تقريبا من 8 ل 15 جنيه، فقيمة مقابل سعر لا كتير قوي، وكحجم صغير جدا. ف تجربة بس، هي تجربة مرة واحدة وخلاص. يلا بقى ندخل على المشروبات. نبدأ بأول حاجة معانا اللي هي فريجو. ده بذور الريحان بطعم التفاح. ده مصري بس شكله غريب، ف استفزني ان انا اجيبه يعني واجربه. ايه ده؟ طريقة فتحه سيئة جدا وبهدلت الدنيا ده شكل المشروب. يعني هو مش سائل ومش ماسك نفسه، يعني حاجة زي الجيلي كده. وفي الحبيبات دي المفروض ان دي حبيبات الريحان يعني. مفيش ريحة خالص تقريبا. ساعة الفتح بس طلعت ريحة التفاح وبعد كده اختفت. طيب خلينا ندوق ونقول بسم الله. طيب ده عبارة عن مية بسكر بحبيبات كده بتزغزغ وانت بتقرقشها او بتبلعها. فمش فاهم له بصراحة. فتقييمي ليه 5 من 10، وعلى سعره قيمة مقابل سعر ميستحقش التجربة حتى. يلا نروح للي بعد بالمرة بقى. في حاجة شبهه اسمها دوبيلا. المفروض ان هو مشروب جوز الهند بقطع جوز الهند وبطعم الموكا. اه ده تايلاندي، مشروب تايلاندي. طيب خلينا نشوف تايلاند جايبالنا ايه. اه يعني الفتح سهل، ايه المشكلة في كده بقى؟ امال ايه لازمة الفزلكة ونعمل غطا وحركات ونبهدل الدنيا؟ نجيب الكوباية ونشوف المنتج ده بيقول ايه. ريحة الكاكاو، في ريحة كاكاو طالعة منه. خلينا نقول بسم الله. وفي قطعة كمان ظاهرة اهي، مش عارف طالعة عندكم في الشاشة ولا لأ. اهي هي الحاجات الشفافة دي. ف ده لونه. دوق ونقول بسم الله. هو فعلا طعم الكاكاو ظاهر جدا فيه، لكن لبن جوز هند او قطع جوز هند انا ما حسيتش بده خالص. خصوصا ان القطعة دي قطعة جيلاتينية كده شوية، ملهاش اي علاقة بجوز الهند. فمش عارف هم قصدهم ايه بكلمة قطع جوز الهند دي. يعني ممكن اديله 6 من 10 عشان فيه طعم بس مش اكتر. خلينا نروح للي بعده. فده المفروض انه مشروب غازي ومعاه فيتامين سي اعتقد. يا جدعان بقى بلاش الحركات دي بقى، يعني يعني حركة الفتح دي مستفزة جدا بصراحة. يعني ماشي، لازم نبهدل الدنيا كده. ماشي يا بنين ماشي.
بصوا الازازة اصلا قد ايه يعني. يا ساتر، ريحة يعني دواء، ده فعلا حرفيا ريحة الدواء. وشكله ازازة الدواء الكحة دي مع الريحة دي، ده دواء كحة. دول نقول بسم الله. دواء 3/10. مشروب الاس ده او السوبر، ده مشروب غازي بنكهة التوتي فروتي، هنقصهم. تعال يا عم، التوتي فروتي انت تبع مين؟ ده اردني. تمام. شوف ايه نكهة التوتي فروتي دي. يعني هي فروتي من فاكهة. ايه التوتي بقى ده يعني؟ خلينا نشوف ايه التوتي مع بعض. ريحته ميكس فراخ، يعني جعان ولا ايه؟ ريحته كده ميكس فاكهة. هي ريحة ميكس فراخ، واللون لون الشاي. خلينا ندوق ونقول بسم الله. مم. ايه ده؟ ليه كده يا اردن؟ اليابان ما عملتش فيا كده. وحش جدا. وحش جدا. ليه كده؟ على فكرة أنا من محبين الحاجات الغريبة، وبحب أستكشف حاجات غريبة وأطعم غريبة. بس ده وحش جدا وسيء يعني لأبعد الحدود، إلا إذا كان بايظ يعني. ما دي ده لسه 2022. لا 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 لا، وحش جدا. ده كان فيديو النهاردة من المنتجات الغريبة والسناكس المستوردة. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشيروه مع أهلكم وأصحابكم، وتدوسوا لايك الفيديو، لأن اللايك فعلا بيفرق مع انتشار الفيديو. ولو انت مش مشترك في القناة اشترك عشان تشوفوا الفيديوهات اللي جاية. واستنوني في الفيديو اللي جاي بتاع الجزء التاني من المشروبات دي، بس يا رب ما تطلع حاجات غريبة زي اللي احنا جربناها النهاردة. اشوفكم الجزء التاني، وشكرا لكم.